نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي بوضع حد لمعاناة الشاب عبد الرحمن الذي عانى كثيرا من مرض متلازمة الأمعاء القصيرة، والتي نتج عنها مشاكل صحية عديدة من بينها إصابته بالعمى المؤقت. عبد الرحمن هزازي شاب أصيب بمرض في أمعائه جعله يصاب بالعمى. بدأت قصته بعد عملية لاستئصال جزء من الأمعاء لم يبقى منها إلا 40%. بداية مرضي جاني ورم في الأمعاء، رحت مستشفى عسير، استأصلوا لي الأمعاء، استأصلوا جزء بسيط من الأمعاء. طلعت من غرفة العمليات، شربت موية ثاني يوم، رجعت غرفة العمليات مرة ثانية، استأصلوا الباقي من الأمعاء وبقي 40 سنتي تقريبا. حاول الهزازي عبد الرحمن الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن العلاج، إلى أن المحاولة لم تنجح، وعاد لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة لعله يجد حل. خضعت العلاج كيماوي، تعالجت الحمد لله. بعدها أرسلوني لأمريكا، جلست تقريبا 6 شهور آخذ المغذي اللي كنت آخذه هنا بمستشفى الملك فيصل، نفس العلاج هنا أخذته هناك، نفس الاهتمام هناك، ما في فرق. وبعدها رجعت من أمريكا، قالوا ما تحتاج زراعة أمعاء، عندك 40 سنتي تقدر تعيش فيها. الفريق الطبي في المستشفى وجه بإجراء عملية زراعة للأمعاء، ورغم صعوبتها نجح الفريق، وتعد هي الأولى في الشرق الأوسط. الحمد لله تكلت العملية بنجاح. عبد الرحمن جلس في العناية المركزة لمدة أسبوع، احتاج بعدها إلى بداية أدوية لمنع الرفض العضو. خلال هذه الفترة جلس معنا تقريبا من 2 إلى 3 شهور في المتابعة الدقيقة. احتاج إلى إجراء مناظير للأمعاء والتأكد من عدم رفض العضو له. تعتبر العملية هذه من العمليات الدقيقة جدا، تعتبر العملية الأولى لزراعة الأمعاء في الشرق الأوسط، والحمد لله تمت بنجاح. المريض الآن يتمتع بصحة جيدة. عبد الرحمن والذي أكد أنه كان يائس من حياته شكر الله والمستشفى على إعادة له أمل الحياة من جديد بعد نجاح عمليته. خليل الجبيري، الإخبارية، الرياض.